في معرض جدة الدولي للاختراعات المسمى ابتكار الذي اختتم أعماله أمس الأول، حيث فاز المخترع اليمني دكتور خالد نشوان رئيس اتحاد المخترعين اليمنيين بكأس دولة أستراليا المسمى بكأس سيدني، الذي تمنحه أستراليا ممثلة باتحاد المخترعين الأستراليين لأفضل مخترع، وذلك على اختراعه المسمى نشوان باراساوند الذي يمكن به معالجة تضييق الشرايين دون إجراء عملية جراحية ودون آلام ودون مضاعفات. كما فاز المخترع اليمني هاني باجعالة رئيس فرع اتحاد المخترعين اليمنيين بمحافظة حضرموت بجائزة دولة بولندا على اختراعه الإلكتروني الذي يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية بما فيها إنفلونزا الخنازير. وفاز المخترع اليمني فهد باعش عضو فرع اتحاد المخترعين اليمنيين في محافظة حضرموت بجائزة دولة كرواتيا على اختراعه الذي يساعد على منع التدخين في الأماكن العامة. يذكر أن اختراع الدكتور خالد نشوان حائز على أكثر من 30 جائزة عالمية كبرى، آخرها حصوله على براءة الاختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حصد المخترع فهد باعش ميداليتين برونزيتين من كل من سويسرا وسلوفينيا، في حين حصل هاني باجعالة على الميدالية البرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات. وحظيت المشاركة اليمنية باهتمام المتخصصين وزوار المعرض الذين أشادوا بالاختراعات اليمنية، فقد وصف رئيس الاتحاد الدولي للمخترعين إيفيا الدكتور أندراش فيدرش أن اليمن ممثلة باتحاد المخترعين اليمنيين أصبح لها حضور قوي ليس على مستوى الساحة الإقليمية وحسب ولكن على المستوى الدولي أيضا. في ختام فعاليات المعرض الدولي للاختراعات، كرم الدكتور خالد نشوان رئيس شبكة اتحاد المخترعين العرب المخترع السعودي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، ومنحه الميدالية الذهبية لشبكة اتحاد المخترعين العرب على اختراعه المتمثل بالخيمة المتعددة الأدوار المتنقلة، والتي ستسهم إسهاما فعالا في مضاعفة أماكن السكن في شعائر منن، كما أنها ستضاعف أماكن السكن على نفس المساحة من الأرض في حالة الكوارث الطبيعية وغيرها من الاستخدامات الهامة في المجال العسكري والمدني على حد سواء.